بسم الله الرحمن الرحيم. من تأمل في حديث القرآن الكريم عن قيام الليل يجد عجبا عاجبا. فمن صور حفاوة القرآن بهذه العبادة العظيمة حفاوته بقيام الليل. فالله تبارك وتعالى أثنى على طائفة من أهل الكتاب بهذه الشعيرة: ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وفي هذه الأمة الأمر أعظم وأكبر، ذلك أن الذين يقومون الليل من هذه الأمة إنما يناجون الله عز وجل بأحدث كتبه نزولا من السماء، وبأشرف الكتب التي نزلت على خير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لقد قرن الله تبارك وتعالى قيام الليل بالرفعة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لنا أيضا تبعا: ومن الليل فتهجد به، أي بهذا القرآن، نافلة لك. ما الثمرة يا رب إذا نحن تهجدنا بكتابك وفي آخر الليل وبعد نومة اشتقنا فيها للفراش تركناه من أجلك يا رب؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. استنبط بعض أهل العلم من ذلك أن قيام الليل من أعظم أسباب الرفعة عند الله تبارك وتعالى. فلئن كان المقام المحمود خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن درجات الرفعة دون هذا المقام لا حد لها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونقرأ أيضا أن الله تبارك وتعالى نص على أن من أسباب دخول الجنة قيام الليل: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا النشاط إلى هذه العبادة، وأن يعيدنا جميعا أيضا من أسباب الحرمان منها، فإن ذلك حرمان كبير.